هتعملي حمص الشام بطريقة سهلة وبسيطة من مطبخ جوجو. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. النهاردة هنعمل حمص الشام بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يعني ممكن انت تقدري دلوقتي تجيبيه وتنقعيه من بالليل وتعمليه الصبح، او لو هتنقعيه الصبح تعمليه بالليل. يعني لو عايزين نعمل مشروب كده شتوي حلو يدفي في الشتاء، مفيش احسن طبعا من حمص الشام. وبجد بنات مفيد جدا، المكونات كلها اللي فيه حاجة حلوة خالص. يعني التوم ده مفيد برضو، والليمون فيتامين سي، يعني مفيش احسن من كده، ولا زيوت بقى ولا دهون. ودي يا بنات بوريكم الحمص قد ايه مستوي. وهنبدأ دلوقتي نشوف هنحط ايه في الحمص. هنحضر له دلوقتي طماطم متقطعة، وادي الحمص المنقوع من بالليل زي ما قلت، ودي الثوم والليمون. طبعا كل ما تكتري الليمون والثوم كل ما يديكي كمان ريحة فواحة اكتر. او زي ما احنا شايفين مكوناته سهلة وبسيطة، وتقدري في اي وقت كده تعمليه. بس اهم حاجة ان انت تنقعيه. ودي حلة حطيتها على النار وصفيت الحمص. طبعا انا غسلته كويس قبل ما انقعه، وغسلته كويس بعد النقع برضو. ودلوقتي هضيف الحمص في المية وهسيبه بقى يغلي شوية لغاية اما يطلع الريم الابيض اللي فيه. يعني يا بنات لازم اشيل الريم بتاعه. دلوقتي انا بعصر القوطة قبل بس ما الريمة تطلع كده من الحمص، عشان لازم اشيلها. خلاص كده فرمت الطماطم، ولازم يا بنات اصفي الطماطم عشان تبقى المية بتاعته كده صافية وجميلة. تمام كده. خلاص كده هشيل الريم اللي طلع، بصوا هو ده اللي انا اقصده. بعد ما شلت الريم كده، بتخلص من اي ريم كده يطلع من المية اهو زي ما احنا شايفين، ومش بحط اي اضافات غير لما اتخلص من الريمة دي خالص. خلاص كده عصرت الطماطم وهبدأ اصفي فيها كويس. زي ما قلت لازم اصفي الطماطم عشان المية بتاعته تبقى صافية. خلاص كده يا بنات هصفي بقى الطماطم. وبعد ما تخلص من الريم زي ما قلت، انا دلوقتي برضو هشوف فيه ريم ولا لا قبل ما احط الطماطم. وادي الطماطم يا بنات بعد ما اتصفت كده خلاص. هضيفها بقى الطماطم اول حاجة علشان تتسبك كويس في الحمص. يعني مش بحطها بعد ما الحمص يستوي، لا انا هحطها دلوقتي علشان عقبال ما الحمص يستوي تكون الطماطم اتسبكت. تمام كده. خلاص كده اغطي عليه عشان يستوي كده براحته، واقعدي اقلبيه فيه كل شويه عشان يستوي كله مع بعض، ما يبقاش واحده واحده. وهجيب الهون الحلو بتاعنا دوت، وحطيت فيه الثوم والملح والكمون والشطه والكزبره. كل ده بنات انا كنت مخلطاه على بعضه في فيديو قبل كده. تمام كده. واحلى بصراحه، احلى دقه توم هتاخديه من الهون ده، ولا تقولي كبه بقى ولا اي حاجه، زي ما احنا متعودين كده من زمان. دلوقتي بقى هشوف الحمص. زي ما قلت ان احنا بنقعد نقلب فيه كل شوية علشان الحمص كله يستوي مع بعضه. في نفس الوقت بقلب الطماطم كده. تمام كده. وبرضه هغطيه واسيبه بقى يستوي براحته شوية كده. مش هحط الخلطة دي دلوقتي، عقبال ما يستوي كده احطها في الاخر شوية، علشان ريحة التوم وريحة الخلطة اللي احنا عملناها دي تبقى ريحتها حلوة كده وباينة. وكده بعد ما الحمص استوى 3/4 تسوية، بدأت اضيف الثوم والملح والكمون. ودلوقتي هعصر الليمون، وشمي بقى الروائح الحلوة كده اللي تفتح النفس بصراحة. وعايزة اقول لكم برضو في حاجة بتفرق في طعم الحمص او طعم البتنجان المخلل او الحاجات ديت بتفرق بصراحة. ان انت لما تحطي توم متفرز، لا التوم الفريش احسن في الحاجات دي. وده كان رأيي يا بنات، واللي انتوا رأيكم ايه برضو. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه، وانتي بتسلقي الحمص بتخلي الميه نص الحله بس، علشان احنا بعد كده بنضيف عليها عصير الطماطم، فبالتالي الميه بتزيد، فنعمل حسابنا عشان كده. تمام كده. كده الحمص استوى، وزودت له ملح تاني عشان يبقى مظبوط. خلاص كده اشوف بقى الحمصايه استوت ولا لسه. واهم حاجه برضو ان الحمص يكون مستوي، علشان لو ني شويه طعمه مبيبقاش حلو خالص، مش احسن حاجه يعني. فاحنا ايه قبل ما نقدمه نتأكد ان الحمص استوى تماما. بصوا كده بيتقسم معايا بكل سهولة.
يبقى كده الحمص استوى. وكل ما بدوق وبحس ان هو عايز ملح ببتدي برضو احط له شويه شويه عشان برضو ما يملحش زي ما قلت. فانا دلوقتي حسيته عايز ملح شويه، فهضيف له ملح وكمون، وهضيف برضو نص معلقه شطه بسيطه جدا، يعني حسب الرغبه. اما وانتي بتقدميه في الكوبايات اللي عايز شطه بيحط. تمام كده، عشان لو في اطفال صغيره يشربوا كوبايتهم من غير شطه. خلاص كده بقى، اسيبه ياخد غلوتين تاني، وكده الحمص معايا تمام. وهبتدي بقى اقدمه في الكوبايات، واشربي بقى احلى كوبايه حمص كده تدفيكي في الشتاء. طبعا الاولاد بيحبوا الحمص برضو. ودلوقتي نقول باسمك يا رب ونملى الكوبايات كده. بصوا املي بقى براحتك، انتي مش جايبه حاجه من بره، حاجه جاهزه كده يبقى تبقي جايباها كده بحساب، لا انتي عامله كده كل حاجه ببركه ربنا. بصوا اللي عايز حمص اكتر من الميه بيحط، واللي عايز ميه اكتر يعني انتي وراحتك. بصي بجد الحمص ريحته يا جماعه تحفه تحفه. اعمليه ان شاء الله وهيعجبك. وبتمنى يا بنات الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم حطوا اللايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ودي بنات كمان متبقي من الحله اهو قد ايه. وعملت الكوبايات دي، ومن نص كيلو حمص عملت الكمية الكبيرة دي. يا بنات انتي ممكن تعملي برضو لو انتي 4 افراد بس او فردين تعملي ربع كيلو حمص. يعني لو نقعت الحمص الكمية بتزيد وربنا بيبارك فيها. وزي ما انتوا شايفين نص كيلو حمص عمل كمية كبيرة جدا. يعني هتعملي كمان، ولو في ضيوف كمان هتقدمي لهم. وبتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي وانا واثقة ان شاء الله ان هو هيشرفك قدام ضيوفك والكل هيشكرك عليه. وادي يا بنات الحمص قدمته بالطريقة دي، وعملت طبق حمص للي عايز ياكل حمص كده بس، او اللي عايز يزود حمص في الكوبايات. انت ممكن تقدميه بالطريقة اللي تعجبك. اتمنى اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.